فيلم النهاردة مختلف ويحبس الأنفاس. كل اللي عليك تركز في البداية عشان تفهم في النهاية، ولو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس. بس قبل ما نبدأ الفيلم يا ريت تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم. بيبدأ الفيلم بكالوم بيجيله مكالمة من شخص بيطلب منه يقابله في خلال ربع ساعة على اللوكيشن اللي هيبعته له، لا اما هيفضحه ويبعت الحاجة اللي معاه لأمه وكل ما عارفه. كالوم بيسيب اللي في ايده ويجري على المكان اللي قاله عليه. في الطريق بيلاقي حادثة، راجل مرمي على الأرض وبنت في العربية. بيتصل بالطوارئ عشان يبلغ عن الحادثة. بيقرب من العربية عشان يشوف لو حد محتاج مساعدة، وهو بيبص على البنت الشخص اللي واقع على الأرض بيقوم يهجم عليه. وبيظهر معانا جون لوثر كبير المحققين. مارتن بيبلغه ان الجثة اللي في العربية البنت اسمها كاريس، شغالة في بنك واختفت من 7 سنين، والواضح كده انها كانت محفوظة طول الفترة دي في التلج. وبالنسبة للعربية فهي متبلغ عن سرقتها من 10 ايام. اما كالوم فهو ساب شغله وجه على هنا ومحدش يعرف السبب، بلغ عن الحادثة واختفى من غير اثر. لوثر بيقول له قصدك ان في حد هو اللي جابه هنا. كورين ام كالوم بتوصل لمكان الحادثة وبتطلب من لوثر يوعدها انه يرجع لها ابنها. بيبقى في ناس كتير واقفة تتفرج ومن ضمنهم ديفيد. بعد كده بيظهر ديفيد وهو بيكلم حد في التليفون، بيقوله ان لوثر ده شخص فاسد بس من تحت لتحت، فعاوزك تجيب لي اي دليل على فساده، اي حاجة تعره وتخليه مكسوف يبص في وش اللي حواليه. الصحافة بتبقى قلبة الدنيا قدام المحكمة بعد ما انتشر للوثر ملف كامل من تجاوزاته وفضايحه، وبسبب كده بيتحكم عليه بالسجن. بيبقى ديفيد بيشوف الاخبار دي وهو في قمة انشكاحه، وبيبعت لحد يقوله دلوقتي نقدر نبدأ. لوثر بيدخل السجن وبيبقى تحت الحراسة الشديدة لأن المساجين كلها مش طايقينه عشان هو ضابط سابق. بيجي مكالمة بالليل لكورين، بترد تلاقيه كالوم بيقول لها هبعتلك لوكيشن دلوقتي تعالي خديني منه. بتتحرك على المكان اللي بيبقى قصر ضخم جدا، بتدخل تلاقيه فاضي، بتنده على كالوم ما بتلاقيش رد، وبتسمع صوت موبايل بيرن. في الوقت ده بيوصل للقصر ناس تانية أولادهم برضه مفقودين. بتوصل كورين لصوت الرن وبتلاقي ابنها و7 تانيين متعلقين في السقف من رقبتهم، وفي الأرض موبايلات بترن. بيجري كل واحد من الناس دي على قريبه اللي متعلق وهم مصدومين. مرة واحدة بيحصل حريق في المكان بيمسك في الجثث كلها، وبيبقى فيه كاميرا بتصور اللي بيحصل. وبيظهر شخص مجنون من بره بيخبط على الإزاز وهو لابس قناع مرعب بيعرض صور الضحايا دي. تاني يوم الصبح بتوصل راين كبيرة المحققين اللي مسكت مكان لوثر عشان تعاين المكان. من المعاينة الأولية بتعرف من أريتش المساعد بتاعها إن البيت ده بتاع واحد سعودي وبقاله 5 سنين ما جاش بريطانيا، ومحدش عارف إيه الرابط بين الضحايا غير إن كلهم كان متبلغ عن اختفائهم. لوثر وهو في السجن بيشوف في التلفزيون أخبار الحادثة دي. بعد كده بيترمي له جواب من تحت عقب باب زنزانته، بيفتحه بيلاقي فيه تردد محطة على الراديو. بيجيب التردد ده ويسمع عليه صرخات كالوم. بعد كده القاتل بيتكلم وبيقول له اكيد انت عارف ده صوت مين، كالوم اللي انا خطفته. بعد كده وقفت جنبك في موقف العربيات وعرضت عليك لبانة عشان اشوف انت هتعرف حقيقتي ولا لا، زي ما بتقول انك بتعرف حقيقة اي حد يقف قدامك، بس طلعت ما تعرفش اي حاجة، والحبسة دي انا اللي دبرتها لك. الحارس بيفتح الباب يقول له ان في زيارة عشانه. بيخرج يلاقيها كورين بتقول له انت شخص كذاب وعدتني انك هترجع لي ابني، بس ده ما حصلش، وبتهزقه وتمشي. بتخرج تركب عربيتها وبتشكر حد انه وصلها لانها ما كانتش هتقدر تسوق في الظروف دي، وبيبقى الشخص ده ديفيد. لوثر لما بيعرف الطريقه اللي مات بيها كالوم بيطلع التليفون اللي مخبيه تحت المرتبه ويتصل براين. بيقول لها ان القاتل بعت له رساله وتسجيل لمتكلم. قالت له ايه الجديد؟ هو بعت رسائل لاسر الضحايا ال8. لوثر بيقول لها اكيد بيعلن عن جرايمه، شخص مجنون زي ده عاوز يتصيط ويبقى له جمهور عشان يخطط لحاجه ابشع، فاحنا لازم نسبقه بخطوه ونحاول نعرف بيخطط لايه. راين بتكلمه مع جرافه وتقول انها مش عاوزه نصايح من ضابط فاسد زيه، وانه لو فكر يتصل تاني بيها هتخليه يقضي بقى عقوبته في الحبس الانفرادي. لوثر بيتصل بحرامي اسمه دين كان يعرفه وهو ضابط، بيقول له انا بس محتاجك تهربني من السجن. في الاول بيرفض بس لوثر بيعرف يقنعه. بيتفق مع 2 من الحراس انهم يسيبوا المساجين يرنوا علقه، لان لما يحصل كده اداره السجن مش هيبقى قدامها اي حل غير انها تنقله لسجن تاني. بيخلوا واحد من المساجين يعمل نفسه انه ينتحر. بيشوفوا الضابط في الكاميرات ويضرب الانذار. بيجري ال2 الحراس على اوضته يلحقوه، بيقوم ضاربهم وهم بيعملوا نفسهم فقدوا الوعي ويسيبوه يهرب. بيبقى خد منهم المفتاح وبيخلي كل الزنازين تفتح تلقائي. بيتجمعوا كلهم قدام زنزانة لوثر اللي بيبقى سدد الباب بالسرير، بس هما بيدلقوا بنزين من تحت اللاب ويفتعلوا حريقة في زنزانته. بيحاول يسيطر عليها بالمرتبة ويفتح الباب يشوي أول واحد، بينزل ضرب فيهم بالبواني وبيبقى مسيطر على الوضع في الأول، بس الكترة تغلب الشجاعة. بيتلموا عليه يرنوا علقة، بيقوم لهم ويحاول يفلت منهم ويحمي نفسه على قد ما يقدر لحد ما الشرطة بتفض بينهم. المساجين كلهم بيشتبكوا مع الحرس اللي بياخدوا لوثر عشان يتنقل من السجن ده بدل الوش اللي هو عمله.
عامله. في الطريق وهم بينقلوه لسجن تاني عربيه بتعترض طريقهم ويهربوه، وبيبقى دين هو اللي هربه. ديفيد بيروح يزور مراته اللي بيبقى وشها مشوه بطريقه صعبه جدا، وبيقول لها انه قريب قوي هيعمل للعالم كله اللي بيعمله. دين بيوصل لوثر لمكان فيه عربيته القديمه وهدوم عشان يغير لبس السجن، وبيقول له جبت لك الجهاز اللي طلبته مني، وبياخد حسابه من عمليه التهريب، وبيقول له انا عاوزك تجيب ابن الهرمه ده تحت رجلك. بتيجي مكالمه لراين ان لوثر هرب من السجن، فبتروح تقابل مارتن رئيس المحققين اللي كان شغال مع لوثر قبل ما يتحبس. بتقول له لوثر هرب من السجن، انا عارفه انك صاحبه وتقدر توصل له، فلو فكر يتدخل في التحقيق بتاعي وحده التدخل السريع هتصفيه. انا مش جاي لك تمسكه، لا انا عاوزك تنقذ حياته وتخليه يسلم نفسه، لان انت عارفه مش هيتلم وهيحشر نفسه في التحقيق. مارتن بيروح يفتش زنزانه لوثر وبيلاقي الورقه اللي فيها تردد محطه الراديو، فبيبلغ راين انها تتتبع مكان بس المحطه وهتوصل للوثر اللي في الوقت ده بيلف بعربيته في المدينه عشان يوصل للمكان اللي اتبث منه اشاره محطه الراديو. بيوصل له فعلا وبيبقى مكان مشبوه. بيخبط على الباب، بيفتح له واحد اسمه ديريك. لوثر بيساله انت عارف انا مين؟ قال له لا. قال له لما انت مش عارف ازاي بثت لي تسجيل جريمه قتل؟ ديريك اول ما بيسمع الكلمتين دول بياخد ديله في اسنانه ويجري. جون بيطارده ويمسكه. بيبقى الشرطه وصلت برضه المكان بس محطه الراديو واتحركوا عشان يقبضوا على لوثر. ديريك بيقول للوثر انه اتعرف على واحد من على النت، اداله عنوانه وطلب منه يجيله، لكن طلع منتحل شخصيه واحد تاني والعنوان غلط، وصوره في وضع مش كويس وبيبتزوا بالفيديوهات دي. بيدله على مكان جهاز الارسال وبيديله موبايل صغير بيقول له انه بيراسله عن طريق الموبايل ده، وكل يوم بيغير خط جديد. الشرطه بتوصل وتقتحم المكان بس لوثر بيكون لحق يهرب. بيبقى ديفيد مشغل فريق كامل من المرضى النفسيين، كل شغلانتهم يصطادوا ناس من على النت يتعرفوا عليهم ويحاولوا يمسكوا عليهم فيديوهات، لو اتعرضت مش هيعرفوا يوروا وشهم لحد. لوثر بيتصل بمارتن يقول له على بعد خطوات من القاتل، كل اللي طالبه منه يتتبع له الرقم ده ويعرفه مكانه. قال له طب اديني ربع ساعه. بيروح لراين يقنعها تتتبع الرقم وتديله الموقع. والله وصل للقاتل خير وبركه، ما وصلش تعرفوا مكانه وتقبضوا عليه. راين بتوافق ومارتن بيبلغ ان الرقم في ميدان معين وبقاله 20 دقيقه ثابت في مكانه. بيتحرك على هناك عشان يدور على القاتل والشرطه بتحصله. بيبقوا مراقبينه ومستنيينه يوصل للقاتل عشان يقبضوا عليهم سوا. في الميدان بيبقى في ناس واقفه على سطح المباني شكلهم متوتر ومرعوب، ومربوط في رقبتهم كاميرات متوجهه على وشهم. لوثر بيشك في واحد قاعد متقوقع على نفسه، بيطلع التليفون يرن عليه وفعلا بيطلع هو. اول ما بياخد باله من لوثر بيمسك واحد رهينه وينكته في بطنه. لوثر بيحاول يهديه، بيقول له ملوش لازمه اللي بتعمله، الموضوع خلاص خلص. قال له لا ده لسه هيبتدي. وبيبدا الناس اللي فوق المباني ترمي نفسها واحد ورا التاني، والناس اللي في الشارع من الخوف بقت تجري في كل الاتجاهات، والعربيات عماله تخبط فيهم وتخبط في بعضها. بسبب الهرجله دي ديفيد بيهرب، فلوثر بيجري وراه. بيدخل محطه مترو تحت الارض. لوثر بيطارده لحد ما بيدخل في الانفاق، ساعتها بيشوفه ويطير وراه، بس ديفيد بيزوغ منه. بيحاول يدور عليه لكن مره واحده بيهجم عليه بالسكينه. بيفضلوا يعجنوا في بعض ولوثر بيحاول يسيطر على الوضع، بس ابن الهرمه ده بيخبطه سكينه في جنبه ويهرب. تليفون ارتشي بيرن باسم ماما، لكن اللي بيتصل بيبقى ديفيد. بيقول له ايه الشغلانه دي؟ انا فكرت لوثر مسجون. قال له كان مسجون وهرب. ديفيد بيقول له بس دي مشكله كبيره قوي ولازم تتحل عشان ده يوم مهم بالنسبه لي، لا اما تخيل شكل امك ومراتك لما يعرفوا اللي عملته. وبيفضل يبتز ويضغط عليه. بيبقى المساعد بتاع ديفيد عامل موقع بينزل عليه فيديوهات قتل الضحايا بس مباشر. بيتصل بيه ديفيد يساله ايه الاخبار. قال له الموقع شغال تمام والاعداد بتزيد. قال له فل، انا بس هتاخر شويه عشان هجيب حد معايا. لوثر بيروح مكان قديم يعالج جرحه، وبيكلم مارتن بيقول له خليني اكلم راين. لوثر بيسالها ايه المشترك بين ضحاياه. قالت له ما نعرفش اي حاجه، مفيش بينهم اي حاجه مشتركه اصلا. قال لها طب ايه المعلومات عن اللي انتحروا؟ قالت له ناس زي الفل، شغالين شغلانه كويسه، بيقبضوا كويس، عندهم عيله ودعم. قال لها ناس نظيفه يعني، بس كلنا عندنا اسرار في حياتنا، لو حد عارفها شكلنا هيبقى وحش قوي ايا كان السر ده ايه. والناس دلوقتي بتعيش حياتها السريه دي على النت، فغالبا هو بيرقد لهم ويمسك عليهم حاجه يبتزهم بيها عشان يعملوا اللي هو عاوزه. ساعتها هيبقى اهون عليهم يموتوا ولا انهم يتفضحوا. راين بتكلم بنتها انيا، بتقول لها ان عندها شغل كتير قوي ومش هتعرف توصلها بكره، فتطلب اوبر وتروح لوحدها، ولو جت لقيت المطبخ متبهدل هتجيبها من شعرها. انيا بتقفل معاها وبتطلع على المطبخ اللي بيبقى زريبه الزريبه تشرب ميه. بتسمع صوت حد بيهمس باسمها، بتروح تشوف في ايه وهي ميته في جلدها من الرعب. مره واحده ديفيد بيجيبها من شعرها. لوثر بيروح لكورين بيقول لها انا عارف ان اللي هقوله صعب عليكي، بس الراجل اللي قتل ابنك ده اكيد كان يعرف عنه سر خطير حتى لو تافه بالنسبه لكالوم، وبناء عليه وافق يقابله عشان يسكت. وكمان الشخص ده في حياتك وانتي تعرفيه. بتقول له ازاي يعني؟ قال لها يعني قولي لي في حد جديد دخل في حياتك بعد كالوم، حد لطيف ودود مش عاوز منك اي حاجه؟ قالت له مفيش الا تومي، قابلته في مجموعه دعم وفقد مراته في ظروف صعبه قوي، بس مش هو طبعا، انت اتجننت، ده تومي، ده وصلني للسجن لما جيت هزقتك. مارتن بيقول لراين لوثر عنده حق، في 5 من اللي ماتوا اهلهم قالوا انهم اتعرفوا على راجل في الاربعينات باسماء مختلفه لكن الوصف متطابق. راين بتساله في منهم اسم
حقيقي؟ اريتشي قال لا. مارتن بصله وقال له مش بالظبط، بس كلهم اجمعوا ان الشخص ده قال ان مراته ماتت في بيتهم محروقه، والتاريخ اللي قاله محصور من 2007 لحد دلوقتي. وبيلاحظ ان اريتشي مش على بعضه ومتوتر. بيبقى ديفيد حاطط انيا في شنطه عربيته وسايق لمكان معين. راين بتعمل بحث عن حريقه في الفتره دي، واول ما بتوصل لمعلومات عن ديفيد انيا بترن عليها. اول ما بتفتح بتسمع صريخها وهي بتستنجد بيها وهي على الخط. بيبعت لها فيديو وهو رابطها، بتقول له لو لمست شعره منها ما تعرفش هعمل فيك ايه. قال لها دي كده واسمعيني، وصلتي لاسمي؟ قالت له اه. قال لها قلتي لحد؟ قالت له لا. قال لها حلو قوي، لو عاوزه بنتك عاوزك تخلصي حوار لوثر اللي ما اعرفش طلع لي منين ده بدل ما احزنك عليها. بتخرج لمارتن تقول له اللي قلته انت ولوثر هاري فاضي وما وصلناش لاي حاجه، فخد الجاكيت بتاعك واخلع، شاكرين افضلك ولما نعوزك هنكلمك. مارتن بياخد باله ان هي واريتشي متوترين وفيهم حاجه غلط. بتكلم لوثر تقول له معاك حق في اللي قلته، احنا وصلنا له خلاص وعرفنا هو مين، فيا ريت نتقابل واكلبشك وتترزع في صندوق عربيتي من غير كلام كتير، خلينا نخلص بقى. قال لها ماشي بس انا اللي هختار المكان. بتروح تقابله، بيقول لها اسمه ايه؟ قالت له ديفيد روبي، بيضارب في البورصه، كان مشتبه فيه في قضيه اعتداء جنسي من 6 سنين بس التهمه ما ثبتتش عليه. بعدها بكام شهر مراته كانت عاوزه تسيبه لكن اتصابت في حريق لما بيتهم ولع، وكان في احتمال انه حريق مفتعل بس برضه ما ثبتتش عليه. يا ريت بقى تيجي معايا وتخلصنا. بيمشي معاها لحد عربيتها وبيبقى واضح انها متوتره جدا. بيقول لها ماسك عليكي ايه يا راين؟ قالت له بنتي، وبتفتح شنطه عربيتها وتقول له اتفضل بقى. بيحاول يفهمها انها لو عملت كده مش هيرجع البنت، هو بس بيستغلها ويضغط عليها. بيحاول يمسك عليها اي ذله زي باقي ضحاياه وانهم يقدروا يرجعوا البنت دي لو اتفقوا سوا. راين بترفع عليه السلاح وتركبه العربيه بالعافيه وتقفل عليه، بس بتبقى مشتته ومش عارفه تعمل ايه، فبتخرجه تاني من العربيه. بتقوله لو اتفقنا محدش هيعرف بالاتفاق ده خالص لان في جاسوس لحسابه بينا. قال لها انا عارف وهجيبه. بياخدها ويروحوا لجورجة مراته يعرفوها بنفسهم. في الاول بترفض تتكلم لانها خايفه يبقى بعتهم بيختبرها، لكن لما بتعرف انه خاطف بنت راين بتقول لهم على مكانه وازاي يوصلوا له. واحده من الاسم بتسال اريتشي على راين، قال لها محدش عارف هي فين. بتقوله ده في مصيبه، لوثر كان معاه حق. بتوري له الفيديو الترويجي اللي نزله المساعد بتاع ديفيد على الموقع، وبتقول له ان اللي في الفيديوهات دول هم نفس الناس اللي اتبلغ عن خطفهم خلال ال6 اسابيع اللي فاتوا، وانهم مش عارفين الفيديوهات دي بتتبث منين، وان في بث هيبدا هيخلي المشاهدين يصوتوا على طريقه قتل الناس دي على الهواء. بيستأذنها ويروح الحمام يرجع من المنظر المقرف اللي شافه. راين بتروح تجيب جواز السفر بتاعها وتحضر شنطتها. لوثر بيبقى مستنيها في العربيه. بيكلم مارتن يقول له انه طالب منه خدمه هيبعت له رساله بيها وبيتمنى يعملها. مارتن بيوافق وبيتحرك جري عشان يعمل المطلوب. اما لوثر وراين فبيتحركوا يركبوا عباره للمكان اللي قالت عليه جورجيت. اريتشي بيكلم ديفيد بيقول له انت قلت لي اعرف لك هي فين، وكل اللي اعرفه انها ركبت عباره رايحه للنرويج. ديفيد قال له بص يا حبيب اخوك، مفيش حد هيدل راين على المكان ده غير ست معينه، فعاوزك تروح تمسي عليها. اريتشي بيطلب منه يسيبه في حاله بقى. ديفيد بيقول له ان ده اخر طلب. اريتشي بيروح المكان اللي فيه جورجيت، بيتسحب ويدخل اوضتها وهي نايمه. بيطلع حقنه هواء بس قبل ما يديها لها النور بينور وبيلاقي مارتن والشرطه. بيحاول يهرب لكن بيلاقي الشرطه على الباب. مارتن بيقول له لوثر قال ان في حد هيحاول يخلص على جورجيت بس ما يعرفش هو مين، لكن انا كنت عارف. يا ترى ماسك عليك ايه يستاهل تعمل كل ده؟ قال له المضحك انها حاجه هبله جدا ما تستاهلش، وقبل ما يقبضوا عليه بيدب الحقنه في رقبته وينتحر. بيبقى لوثر وراين وسطوا المكان كله تلج، وقبل البيت ب2 كيلو العربيه بتغرز منهم بالتلج، فبيكملوا مشي على رجليهم. في الطريق جون بيلاحظ عشرات الجثث تحت الجليد المتجمد وبيتصدم من المنظر. راين بتقول له مش هينفع نقف هنا، وبيوصلوا لبيت ضخم في وسط التلج. اول ما بيدخلوا راين بتسمع صريخ انيا وهي بتستنجد بيها. بتجري ناحيه الصوت بتلاقيها مشنوقه ومتعلقه في السقف، وصوت الصريخ ده كان شغال على سماعه. راين بتنهار من الالم على بنتها وبتلوم لوثر على اللي حصل وتطرده بره، وهو خارج بيلمح خيال بيجري، فبيمشي وراه عشان يشوف مين ده. بتبقى راين ركزت في التاتو اللي على ايد البنت وعرفت ان اللي متعلقه دي مش بنتها. بتلف عشان تنده على لوثر بس بيطلع عليها اللي ما يتسماش يشمطها رجلي ويربط حبل حوالين رقبتها ويرميها على الارض. بيبقى لوثر عمال يدخل في اوض تحت الارض لغايه ما بيضرب في وشه نور، وديفيد بيطلع عليه بحديده وهاتك يا ضرب. بعد كده بيظهر وهو مربوط متخرشم على كرسي وحواليه كاميرات كتيره بتصور، وبيظهر ديفيد المريض وهو بيقدم البث المباشر، وفي ناس مريضه زيه بتتفرج على اللي هيعمله. بيقول لهم ان العرض هيبدا النهارده باللي شحطتنا ووقف لنا زي الشوكه في الزور، وبيبدا يعذبه وبيقول له احنا اخيرا لقينا مكان نعبر فيه عن حقيقتنا بعيدا عن امثالك. بيدخل اللي ما يتسماش وهو مكتف راين. بعد كده بيترفع باب وبتلاقي انيا مربوطه
مربوطه بكرسي ورا باب ازاز. راين بتجري عليها وهي بتحاول تلحقها، بس رجاله ديفيد بيكتفوها على الارض. اللي ما يتسماش بيلبس انيا كيس بلاستيك ويخلي راين تشوفها وهي بتتخنق. راين بتفضل تزعق وتشتم ديفيد، بيقول لها قولي كفايه لو سمحت، وهو هيوقف. وفعلا بيوقف لما بتقول كده. بيمسك سكينه ويقول لها انا عاوزك تطعني لوثر. راين بتقول له مش هقدر، وانيا بتقول لها اوعي تعملي كده. بيقوم المساعد بتاعه خانقها تاني بالكيس. بتفضل تصرخ لحد ما لوثر بيقول لها اعملي كده، فبتقول لانيا تغمض عينيها. بتمسك السكينه وتطعن لوثر وهي بتتاسف له. وبيبقى في مرضى نفسيين بيتفرجوا على اللي بيحصل ومستمتعين، وديفيد عمال يسقف. بيفكوا لوثر ويربطوا راين مكانه. ديفيد بيقول له دلوقتي دورك، عاوزك تكسر ركبتها الشمال. لوثر بيمسك الشاكوش بس مش بيقدر يعمل كده. راين بتتحايل عليه لانهم بيخنقوا انيا بالكيس تاني، بس لوثر بيوجه كلامه للكاميرات وبيقول ان كل مريض بيتفرج دلوقتي الشرطه بتتعقب مكانه وزمانها في طريقها ليه. انا لو منكم اخرج من اللايف ده. ديفيد بيحاول يطمنهم ان ده ظابط سابق وبيهرتل، وان كل الادله هتتحرق بعد اللايف وهم في السليم ومحدش يعرف هم مين. لوثر بيقول له ما عدا جورجيت، هي زي الفل وقالت للشرطه على مكانك وزمانهم جايين دلوقتي. بتبدا الناس تخاف وتخرج فعلا من اللايف المريض ده واحد ورا التاني. جون بيفضل يستفزه بيقول له انت لسه هلهوله زي ما مراتك قالت وبتجز على سنك لانك ضعيف الشخصيه ومالكش لازمه. انا فاكر لما عرضت عليا اللبان قلت مين العبيط ده. ديفيد بيتجنن وبيشاور للراجل بتاعه يضرب لوثر. بعد كده بيهرب ويخلي الباب يقفل على اللي جوه من الموبايل، بس لوثر بيبقى سالفن الواد وبيلحق يخرج وراه. راين بتجري على بنتها تفكها وتطمنها. اللي ما يتسماش بيروح يدخل الباسورد عشان يفتح الباب، بيلاقيه مقفول، فبيفعل وضع ان المكان كله يتحرق في خلال 3 دقايق. فبتبدا رشاشات الميه اللي بترش الحريق ترش كيروسين بدل الميه، وبيضرب راين وانيا ويمنعهم انهم يفتحوا الباب او يحاولوا حتى، لان الحرق اهون عنده من انه يتقبض عليه وحقيقته تتكشف. وبتبدا الصمامات تسخن جامد وممكن تولع في اي لحظه. لوثر بيبقى متخرشم ومش قادر يمشي، لكنه بيطارد ديفيد وبيلاقي ناس كتير محبوسه بتستنجد بيه. ديفيد بيخرج بره يركب عربيته، وقبل ما يتحرك لوثر بيكسر ازاز العربيه ويفضل يضرب فيه، وبيبقى كل همه يوصل الموبايل عشان يفتح الباب لراين وبنتها. وديفيد بيحاول يمنعه بكل الطرق. بتبقى النار ولعت في المكان ومسكت في اللي ما يتسماش اللي بيحاول يهجم على راين، بس هي بترزعه رجل تشويه في النار. وبتقدر هي وانيا يفتحوا الميه ويحاولوا يطفوا النار. ديفيد وهو بيحاول يفلت من لوثر بيدوس بنزين، فالعربيه بتطير وتنزل في الجليد تكسره وتغرق في الميه بين الجثث. ديفيد بيهرب من لوثر ويحاول يخرج من الميه لكن ما بيعرفش وبيموت بين الجثث اللي قتلها. وجون بيقدر يوصل للموبايل ويفتح الباب لراين وبنتها، وقبل ما يفقد الوعي بينقذوه وبيتم انتشال الجثث. لما بيطلع راين بتشكره انه ساعدها تنقذ بنتها. بيفقد الوعي من الاصابه وبينقلوه في طياره. بيفوق يلاقي نفسه في بيت تبع الحكومه، والرئيس بيزوره عشان يشكره بنفسه وتقديرا لجهوده. مش هيرجع السجن لكن هيتكلف بمهمه جديده. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديده. ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.